من الكلمات المرعبة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها في حديث المسيء صلاته إن هو قال له اذهب فصلي فإنك لم تصل. بعضنا يا جماعة بيعمل أخطاء في الصلاة ممكن تضيع الصلاة، ممكن ما ياخدش باله الصلاة ما تحسبش أصلا كأنه ما صلاش. منها السرعة الشديدة وعدم الاطمئنان في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته، بيجري سريع جدا ما بيلحقش. وانت لازم من أركان الصلاة ان انت تطمئن في كل حركة على قدر معين. يعني الركوع لازم تستقر مقدار على الأقل تسبيحة سبحان ربي العظيم، في السجود تستقر على الأقل مقدار سبحان ربي الأعلى، لازم تقعد تستقر كده. فالسرعة الرهيبة في الصلاة دي بتضيع ليه؟ كأنك ما صليتش، تعيد الصلاة. من المشاكل اللي كتير من الشباب بيقعوا فيها خاصة لو بيلعب أو في مصيف أو في رحلة أو كده، عدم ستر العورة. والله عز وجل قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة. عورة الرجل في الصلاة من السرة للركبة. لو لابس شورت فيفضل عشان يصلي بيعمل كده، وطبعا ما يحش يقول لي خلاص بقى لو لابس شورت مش هصلي. لا، انت لازم تراعي الصلاة، يعني خد معاك اللي ينفع تصلي بيه. ما ينفعش الصلاة ما تبقاش في حساباتك. او لو هو لابس تيشيرت قصير لما يركع ممكن ظهره ينكشف، يبقى برضه الصلاة تبطل. ليه؟ لأن العورة ما اتسترتش في الصلاة. فالواحد لازم يبقى عامل حسابه، يا إما نازل ببنطلون أو كده في الصلاة، ما ينفعش يبقى نازل ببنطلون مقطع مثلا من هنا أو شورت أو كده وما يكونش عامل حسابه إن هو يكون معاه حاجة يصلي بيها. لازم، ما ينفعش الصلاة تكون آخر اهتماماتك. ما لقيتش بقى تلف حاجة بشكير تعمل أي حاجة، بس لازم تصلي، ولازم تصلي وأنت ساتر العورة. من المشاكل كمان إخواتنا وأمهاتنا وزوجاتنا بيتساهلوا في موضوع إن هم يصلوا هم قاعدين، أصل هي تعبانه كانت في المطبخ. طب انت واقفه في المطبخ 12 ساعه وتيجي على الصلاه نقعد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فقعد. يعني لازم يبقى في عجز، يبقى ما انتش قادر خالص، في مشكله في ان انت تصلي واقف، لان الصلاه وانت واقف ده ايه؟ ده ركن. فما ينفعش واحد ايا كان سنه ان هو يتساهل. طب واحد لازم ما يعرفش يسجد على الارض، خلاص هيسجد وهو قاعد، بس يصلي وهو واقف، مش عشان هو مش هيقدر يسجد يقعد من اول الصلاه. يعني الضروره بتقدر بقدرها. اركان الصلاه مهمه، اللي انت مش قادر تعمله هو ده اللي مرخص ليك فيه من رحمه رب العالمين. كمان من الاركان اللي في ناس بتضيعها ما بتاخدش بالها منها، لو انا داخل جماعه والامام راكع او ساجد، او انا قايل الله اكبر ونازل سجود او نازل ركوع على طول. ليه؟ لان تكبيره الاحرام ركن. يعني لازم ادخل الصلاه واقف، ولازم اكبر تكبيره الاحرام اللي هي الدخول في الصلاه. بعد كده بقى اسجد اركع على حسب هيئه الامام. فلازم مثلا لو هو راكع ما قال الله اكبر الله اكبر، التكبيره الاولى ركن، التكبيره الثانيه دي مستحبه لكن انت هتعملها، بس ما تنساش ان انت لازم لما تدخل الصلاه تكبر تكبيره الاحرام وانت واقف. من الاخطاء اللي في مننا بيقع فيها انه ما يحركش شفايفه بقراءه القرآن، خاصة في الفاتحة، لأن الفاتحة ركن، والقراءة يعني تحرك شفايفك حتى لو في سرك. لكن اللي هو يقول أصل أنا بقراها في قلبي أو بحرك لساني جوه بقي أو الكلام ده كده ده كده عمل حاجة تبطل الصلاة، ساب ركن من أركان الصلاة. من الحاجات اللي حرام نعملها برضو إن الواحد يرفع بصره للسماء أو يبص للسقف، سواء عشان لما يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده يبص فوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من رفع البصر أو النظر إلى السماء في الصلاة، أو إن الواحد يبقى سرحان لدرجة إن هو يبص فوق، ده كده حرام. كمان خد بالك السرحان والحركة الكتير في الصلاة ناخد بالنا منها، عشان الصلاة انت واقف قدام رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إذا قام العبد يصلي فإن الله ينصب وجهه تلقاء وجهه ما لم يلتفت. الصلاة خشوع. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف حاجة زي كده قال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. إن أنت تخشع يبقى في هيئة تليق بإن أنت بتصلي لرب العالمين. نقلل الحركة، نركز، ما نحركش كتير، ما نبصش يمين وشمال ونشوف ونعدل، ونحاول إن احنا نحس بإحساس الخشوع في الصلاة، بإحساس إن احنا واقفين قدام رب العالمين. ربنا يفتح علينا ويتقبل مننا. ناخد بالنا الصلاة دي حياتنا، ما ينفعش نضيعها بشوية أخطاء، لو عالجناها يبقى صلاتنا صحيحة. السلام عليكم.